اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده هنتكلم على زمن البريزنت بيرفكت سيمبل، المضارع التام البسيط، ونعمل مقارنه ما بينه وما بين البريزنت بيرفكت كونتينوس، المضارع التام المستمر. ما تنساش فكره فيديوهاتنا ان هي فيديوهات قصيره ومش هنتكلم كتير، وهنحاول على قد ما نقدر نلخص كل الافكار المهمه. ويلا بينا نبدأ الفرق ما بين ال present perfect simple وال present perfect continuous. تعالوا نشوف مع بعض تكوين زمن ال present perfect simple، تكوين زمن المضارع التام البسيط. المضارع التام البسيط بيتكون من have أو has plus past participle، يبقى مضارع تام بسيط بيتكون من have أو has plus past participle. قبل ما نكمل عاوز اقولك او افكرك ان have كان بيجي معاها ايه؟ فاكر؟ I you we they يبقى اسم جمع. has كان فاكر كان بيجي معاها ايه؟ he she it وهي اسم مفرد. تعالوا مع بعض بقى نشوف استخدامات الزمن ده. ترى الزمن ده بيستخدم في ايه؟ بيقول لي اول استخدام ان المضارع التام البسيط بيستخدم عشان يعبر عن حدث بدأ في الماضي وانتهى منذ فترة قصيرة وله تأثير على الحاضر دون تحديد وقت حدوثه. أنا كده تهت منك، إيه الكلام الكبير ده؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض أمثلة، ومن خلال المثال هبسط لك المعلومة عشان تقدر تفهم بالأمثلة، مش مجرد تحفظ كلام عربي مش هيفيدك في حاجة. تعالوا نشوف مثال مع بعض. بيقول لي إيه؟ I am happy، أنا فرحان. قبل ما أكمل المثال I am happy، أنا فرحان. فرحان إمتى؟ شايف am دي؟ am دي present مضارع، انا فرحان دلوقتي، مبسوط، فرحان. because I not my exams. طيب انا فرحان عشان انا نقط امتحاناتي. اكيد ايه؟ نجحت في الامتحانات، اجتزت الامتحان، جميل. طيب اجتياز الامتحان ده حصل امتى؟ حصل امتى عشان ابقى فرحان دلوقتي؟ حصل من فترة قصيرة، من شوية. من شوية يعني من شوية او من فترة قصيرة الحدث ده حصل وليه تأثير عليا. يعني ايه ليه تأثير عليا؟ I'm happy، انا فرحان اهو دلوقتي. فبالتالي الحدث ده حصل من شوية فنتيجته ان انا كنت فرحان. وكمان ما حددتش انا اجتزت الامتحان امتى، ما قلتلكش. ممكن يكون من ساعة، من ساعتين، من يوم، من يومين، من شهر، مش مشكلة تحديد وقت حدوث الفيرب. مش موضوعنا في المضارع الايه التام. اهم حاجة ان الحدث ده حصل من فترة قصيرة، مش من زمان يعني. 2 ليه اثر على الحاضر ان انا I'm happy now. فبالتالي هستخدم هنا زمن ايه؟ ايوه زمن البريزنت بيرفكت بتاعنا اللي هو I have passed my exams. I have passed my exams، انا اجتزت الامتحانات. اجتزتها امتى؟ من فترة قصيرة. تعال نشوف مثال كمان عشان الدنيا تبقى اوضح. I know at my book what should I do. What should I do الجملة التانية بتقولك ماذا يجب ان افعل. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف اعمل ايه. طبعا هنا بقول انا ايه؟ انا الكتاب بتاعي ضاع او ضيعته فانا مش عارف اعمل ايه. طب الكتاب بتاعي ضاع امتى؟ طب هو بيقول ايه؟ what should I do، ماذا يجب ان افعل. ماذا يجب ان افعل دي دلوقتي. فبالتالي الكتاب ضاع امتى؟ من شويه، صح؟ من شويه دي ايه؟ من فتره قصيره. ممكن يكون ضاع امبارح، ممكن يكون ضاع من ساعتين، ممكن ضاع من يومين، برضو مش موضوعي. اهم حاجه ان الحدث اللي حصل من شويه ده ليه اثر على الحاضر بتاعي. اثر على الحاضر بتاعي بمعنى ايه؟ انا بدور على الكتاب فاقول ماذا يجب ان افعل، مش عارف اعمل ايه. فبالتالي هنا هنستخدم زمن البريزنت بيرفكت اللي هو I have lost my book، انا كتابي ضاع. what should I do، ماذا يجب ان افعل دلوقتي. فبالتالي الكتاب ضاع من فتره قصيره وليه اثر عليا، فانا بقول ماذا يجب ان افعل دلوقتي الان. ده زمن المضارع التام. طيب تعالوا مع بعض نشوف الاستخدام الثاني لزمن المضارع التام. اللي بيعبر عن حدث برضو بدأ في الماضي وما زال مستمرا في الحاضر. يعني حدث بدأ في الماضي ولسه لحد دلوقتي مستمر مكمل معايا. تعالوا نشوف مثال مع بعض. بيقول لي ايه؟ She has lived in Cairo for 3 years. هي بقالها 3 سنين عايشة في القاهرة. جميل. لاحظت فور دي؟ ايوه فور دي من الكلمات الدالة على الزمن، ناخدها كمان شوية مع الكلمات الدالة على الزمن المضارع التام. طب ده معناه ايه؟ She has lived in Cairo for 3 years. معناها she still lives in Cairo. لسه لحد دلوقتي عايشة في القاهرة. يبقى هي بدأت انها تعيش في القاهرة
منذ 3 سنوات، ولحد دلوقتي هي لسه مكملة ولسه الفيرب ما انتهاش. بيقول لي I started living in Cairo 3 years ago. ايه ده بقى؟ عاوز اربط لك دلوقتي ما بين المضارع التام وما بين الماضي البسيط. ازاي الجملة الاولى اللي في المضارع التام has lived تساوي past simple في ايه ماضي بسيط؟ ازاي؟ قال لي هتبدأ بستارتد وتجيب بعدها verb plus ing وتجيب في اخر الجملة بتاعتك المدة وايه وبعدها ago. يبقى اذا ايه؟ اذا لما تحب تقول she has lived for 3 years عاشت بقالها 3 سنين ولحد دلوقتي بتعيش، ازاي اعبر عن الجملة دي بالماضي البسيط؟ قال لي بتبدأ بستارتد، تقول I started living in Cairo وتقول ايه المدة بتاعتك 3 years وتحط كلمة ago اللي هي دالة على زمن الباست سمبل. جزئية مهمة جدا 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 ممكن نشوفها في الامتحان بتاعنا. بعد كده عندي الاستخدام الثالث للمضارع التام، هو لما اجي اسال حد عن تجارب في الماضي دون تحديد وقت حدوثها. لما اجي اسالك سؤال كده بمعنى ايه؟ اجي اقول لك have you ever met a famous player؟ وانت عمرك قابلت لعيب مشهور قبل كده؟ طب مثال كمان اقول لك have you ever seen a lion؟ عمرك شفت اسد قبل كده؟ عمرك عملت كذا قبل كده؟ يبقى لما تيجي تسال حد عن تجربه مر بيها في الماضي دون تحديد وقت معين بستخدم برضو زمن المضارع التام البسيط. يبقى بكده دي استخدامات زمن المضارع التام البسيط بمنتهى السهولة. بعد كده نروح مع بعض بقى على الكلمات الدالة على زمن المضارع التام، وهي كلمات كتير زي عندنا ever, never, already, just, since, for, yet, recently, lately, so far. كل دي كلمات بتدل على زمن ايه؟ المضارع التام البسيط بتاعنا. وتعالوا مع بعض ناخد كل كلمة واستخدامها وبتيجي في انه نوع من انواع الجمل. اول كلمة من الكلمات الدالة على المضارع التام وهي النهارده كلمة ever اللي بتيجي في السؤال وفي التفضيل. تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول لي ايه؟ have you ever met a famous player؟ عمرك قابلت لعيب مشهور قبل كده؟ ever بتيجي فين؟ قال لي بتيجي فين؟ في الجملة الاستفهامية او في السؤال. خد بالك ever بتيجي ما بين have والباست بارتيسيبل زي ما انت شايف بالظبط. بعد كده في جملة التفضيل. يعني ايه تفضيل؟ تعال نشوف المثال ده. This is the most interesting film I have ever seen. ده اكتر فيلم شيق انا شفته في حياتي، شفته قبل كده. دي جملة تفضيل اللي فيها the most و the best و the greatest و ast جمل التفضيل. يبقى ever بتيجي فين؟ في التفضيل والسؤال. بعد كده عندي كلمة never. never بتيجي في النفي. تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول لي have you ever visited London؟ هو انت زرت لندن قبل كده؟ قال له no I have never visited London. انا عمري ما زرت لندن قبل كده. يبقى never جت فين؟ جت عشان تنفي. وما تنساش برضو ان هي بتيجي ما بين have والباست بارتيسيبل. تعالوا بعد كده بقى نشوف ايه؟ كلمة yet. yet بتيجي فين دايما؟ بتيجي في نهاية النفي والسؤال. يبقى اي جملة منفية او اي سؤال، بس خد بالك في زمن البريزنت بيرفكت احنا شغالين، اوعى تنسى مش اي جمله بتيجي في نهايتها يت، لازم تكون في زمن المضارع التام. تعال نشوف امثله مع بعض. have they arrived yet؟ يعني دي سؤال، جت فين يت؟ جت في اخر السؤال. وكمان بتيجي في اخر جمله منفيه. قالوا no they haven't arrived yet. يبقى يت في نهايه الايه؟ السؤال والنفي. تعالوا بعد كده نشوف كلمه recently. اللي بتيجي في نهاية السؤال والإثبات. أمثلة have you gone to Luxor recently؟ يبقى recently معناها مؤخرا بالمناسبة، بتيجي في نهاية الإيه؟ السؤال. طيب وإيه كمان؟ قال لي كمان بتيجي في نهاية الجملة المثبتة. he has visited me recently. هو زارني مؤخرا. يبقى yet في نهاية النفي والسؤال، recently في نهاية سؤال وإثبات. طيب عندي كمان كلمات زي lately وكلمة so far. فيهم ميزة الكلمتين دول ان هما بيجوا في جميع انواع الجمل، بس خد بالك برضو في نهاية الجملة. يعني ايه؟ يعني سواء نفي او استفهام او جملة مثبتة. سواء نفي او استفهام او جملة مثبتة. have you gone to Luxor lately؟ او ممكن استخدم so far كمان، ادي سؤال. we haven't visited the museum lately so far برضو. يعني ممكن استخدم so far و lately في جميع انواع الجمل، سواء نفي او استفهام او
جملة خبرية. بعد كده عندنا كلمة already معناها بالفعل. بتيجي دايما في السؤال والإثبات. سؤال وإثبات. تعال نشوف مثال. Have you already finished the test؟ هو أنت خلصت الامتحان بالفعل؟ Have you already finished the test؟ رد عليه قال له إيه؟ Yes, I have already finished the test. أيوة أنا بالفعل أنهيت الامتحان. يبقى already معناها بالفعل بتيجي فين؟ في السؤال والإثبات. عندنا بقى جزئية خطيرة جدا جدا جدا، وهي إيه؟ إن already ليها استخدام تاني، إن هي ممكن تيجي في نهاية السؤال عشان تدل على الدهشة. مش فاهم. تعال نشوف المثال ده مع بعض. بيقول لي إيه؟ Have you finished your homework؟ هو أنت خلصت الواجب؟ جميل. وحاطين نقط في الآخر كده. بيقول لي you are so clever. أنت شاطر. هنا أنا بقول you are so clever. أنت شاطر. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا عارف إنه خلص الهومورك بتاعه. وطالما أنا عارف إنه خلص الهومورك، أنا هنا ما بسألش، أنا بقول له هو أنت خلصت الواجب بالفعل؟ هنا أنا مش بسأل، أنا بقى إيه؟ مندهش إنه إيه؟ شاطر وخلص الواجب بتاعه بسرعة. فبالتالي هنستخدم already في نهاية الإيه؟ في نهاية السؤال اللي بيدل على دهشة. والجزئية دي خطيرة جدا جدا جدا. في الامتحان الناس هتشوف نقط في آخر سؤال هتقول لك يا يت recently، هتقول لك so far، هتقول لك lately، ولا حاجة من الحاجات دي، لأن هنا ده مش سؤال، ده بإيه؟ سؤال بيدل على الدهشة. أي نعم في علامة استفهام في الآخر، بس هنا بنتكلم على دهشة. أنا مش بتساءل، أنا بسألش هو خلص الهومورك ولا لأ، أنا عارف إنه خلص الهومورك بدليل أنا قلت له إيه؟ you are so clever. أنت شاطر. فبالتالي have you finished your homework؟ هنا هو أنت خلصت الواجب بالفعل؟ أنا مش مصدق إن أنت خلصته. بعد كده عندنا كلمة just. إيه حكاية just دي بقى؟ just معناها حالا. just معناها حالا. بتيجي دايما ما بين إيه؟ ما بين have و has past participle. تعال نشوف مثال. I have just eaten my breakfast. أنا لسه متناول الفطار بتاعي حالا. يعني أنا خلصت الفطار بتاعي أو تناولت الفطار بتاعي حالا. just. طب تعالى بقى أقول لك على سر إن just دي ممكن إيه؟ طب تعالى أقول لك بقى على معلومة خطيرة، إن just هنا ممكن تساوي إيه؟ بص كده المثال ده. I ate my breakfast a short time ago. يعني برضو أنا عاوزة إيه؟ أربط لك ما بين زمن الماضي البسيط وزمن المضارع التام. هنا I have just eaten my إيه؟ my breakfast. أنا إيه؟ تناولت الفطار. ممكن أعبر عن الجملة دي بزمن الماضي البسيط، بس هعمل إيه؟ هجيب الفيرب eat اللي هو التصريف التاني بتاع eat يأكل يتناول، وفي الآخر أقول إيه؟ a short time ago. a short time ago معناها إيه؟ منذ فترة قصيرة، اللي معناها حالا. يبقى إذن just هتساوي a short time ago. يبقى مضارع تام ممكن أعبر عنه بماضي بسيط بس بكلمة a short time ago. بعد كده هناخد إيه؟ since ولا for. ودي من زمان عامله لنا مشكلة من أيام إعدادي، إن بتلخبط ما بينها الفرق بين since و for. هبسطها لك وأقول لك بمنتهى السهولة إن since بيجي بعديها إيه؟ بيجي بعدها نقطة بداية الحدث في الماضي. يعني إيه؟ يعني دايما أسأل سؤال لنفسي، الحدث ده ابتدى إمتى؟ يعني بداية الحدث كان حدث بدأ إمتى؟ ولو جاوبت بالإجابة، لو السؤال بتاعي ليه إجابة، يبقى ده إجابة سؤالي هيبقى since. طب تعال نشوف أمثلة مع بعض عشان إيه؟ نبسطها أكتر. بيقول لي مثلا إيه؟ 2 o'clock الساعة 2. يبقى أنا عندي الحدث بتاعي بدأ الساعة 2، دي بدايته. This morning هذا الصباح بداية الحدث بتاعي. Monday يوم الاثنين بداية الحدث. Yesterday last week June 1999. كل دي بدايات الحدث بتاعي. يبقى since بيجي ورا ايه؟ نقطة بداية الحدث في الماضي. ابتدى امتى؟ طيب سهلة. طب تعال نشوف فور بقى. فور بيجي بعدها ايه؟ فور بيجي بعدها المدة اللي استغرقها الحدث. يعني الحدث بتاعي قعد قد ايه؟ يبقى since بتسأل على البداية امتى ابتدى، وفور بتسأل على المدة قعدنا قد ايه، خدنا وقت قد ايه. تعال نشوف امثلة برضو مع بعض عشان تبقى الموضوع اسهل. بص بيقول ايه؟ فور داي يعني لمدة يوم. فور سكند يعني بقاله ثانية. فور ويك بقاله اسبوع. فور مانث بقاله شهر. فور يير بقاله سنة. فور 5 hours بقاله 5 ساعات. فور لونج تايم لمدة طويلة. فور ايجز لفترات طويلة او لعصور. يبقى هنا فور بيجي وراها ايه؟ المدة اللي استغرقها الحدث بتاعي. لكن since بيجي بعدها البداية، امتى ابتدى الحدث. يبقى since بداية،
for مدة. since بداية for مدة. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف ايه since لما استخدمها كأداة ربط. يعني ممكن استخدم since كأداة ربط ويجي بعدها ماضي بسيط. تعالوا نشوف كده مع بعض. ادي since يجي قبلها ايه الاول؟ قال لي بيجي قبل since it's مدة زمنية. it's زائد فترة زمنية. او ممكن يجي قبليها زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام وبيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها past simple ماضي بسيط. يبقى since كأداة ربط يجي بعدها ماضي بسيط ثابت معايا وقبلها يجي حاجة من اتنين، يا اما it's مدة زمنية يا اما present perfect. تعال نشوف امثلة مع بعض. It's a long time since he visited his uncle. It's a long time since he visited his uncle. يبقى since اهي بعدها ماضي بسيط visited وقبلها it's a long time بعدها it's مدة زمنية أو فترة زمنية. مثال كمان بيقول لي I haven't met him since I left school. يبقى قبل since مضارع تام haven't met وبعديها ماضي بسيط left. يبقى since كأداة ربط اوعى تنسى بعديها ماضي بسيط قبليها مضارع تام أو it's فترة زمنية. بعد كده عندنا ايه؟ جزئية مهمة جدا ويقول لي ايه الفرق ما بين have been to بيجي بعدها مكان و have gone to بعدها مكان. برضو كنا بنتلخبط زمان الفرق ما بينهم بمنتهى السهولة. تعال نشوف أمثلة ومن خلال الأمثلة هنشرح على المثال عشان نفهم ايه الفرق ما بين have been to و have gone to لما يجي بعدهم مكان. علي has been to Cairo. علي has been to Cairo هنا معناها ايه؟ علي راح القاهرة. طب جميل، عارف علي ذهب إلى القاهرة. طب مش فاهم برضو، عارف هنا معناها ايه؟ ان علي راح القاهرة ورجع منها. يبقى has been to معناها ذهب لمكان ورجع منه. طيب جميل سهلة اهي. طب خد بالك بقى ايه بتساوي ايه؟ معناها ان علي isn't in Cairo now. يبقى علي لما راح القاهرة وزارها هو ايه؟ isn't in Cairo now. يعني ايه؟ يعني هو مش هناك دلوقتي. يبقى علي has been to Cairo راح للايه؟ للقاهرة ورجع منها. ده معناه ان هو he isn't in Cairo now. طب يبقى ايه؟ has been to راح لمكانه ايه؟ ورجع منه مش هناك دلوقتي. طب ايه has gone بقى؟ بيقول لي علي has gone to Cairo. علي راح القاهرة. طب هنا راح ايه؟ هنا راح ولسه علي في القاهرة مرجعش منها. يعني ايه؟ يعني he is still there now. هو لسه هناك دلوقتي. ركز على الجمل اللي بتساوي has been to has gone to عشان في الامتحان ممكن يسألني يقول لي علي has been to Cairo. This means ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو isn't in Cairo now. لما يقول لي علي مثلا has gone to Cairo ده معناه ايه؟ ان هو he is still there now يعني هو ما زال هناك لسه هناك لحد دلوقتي. ويبقى الفرق ما بين have been to و have gone to have been to راح لمكان ورجع منه. have gone to راح لمكان ولسه هناك مرجعش. بعد كده نروح مع بعض بقى لبعض الاكسبريشنز او التعبيرات اللي بتستخدم في زمن المضارع التام. في الجزئيه دي بقى اول ما تشوف اي اكسبريشن او اي مصطلح من المصطلحات اللي هقولها دلوقتي هتستخدم زمن المضارع التام وانت مغمض. مصطلحات بستخدمها على المضارع التام من غير اي تفكير، مجرد ما اشوف المصطلح ده هستخدم مضارع تام. اول مثال بيقول لي ايه او اول مصطلح معايا بيقول لي it's او this is the first time او second time. اول ما اشوف اكسبريشن ده بستخدم زمن مضارع تام. يبقى ايه؟ this is the first time the second time. عندي مصطلح تاني بيقول this is the only يعني ده الايه الحاجه الوحيده. بعد كده عندي كمان اكسبريشن بيقول ايه in the last few years يعني في السنوات الاخيره. in the last few months في الشهور الاخيره. in the last few hours في الساعات الاخيره. اول ما اشوف مصطلح in the last few years او months او hours بستخدم برضو مضارع تام. بعد كده انه recent years معناها في السنوات الاخيره برضو اكسبريشن اول ما اشوفه بستخدم مضارع تام. بعد كده عندي over the ages او over the years معناها بمرور السنوات او بمرور العمر او بمرور الزمن يعني بمرور السنين معناها كده. اكسبريشنز دي اول ما اشوفهم بستخدم ايه؟ زمن المضارع التام. طيب بعد كده عندنا المضارع التام بقى في الباسيف. الباسيف المبني المجهول في المضارع التام.
ببساطة زي ما اتعودنا مع بعض ان الباسيف هو عبارة عن بي باست بارتيسيبل، وطالما الزمن بتاعنا بيتكون من هاف وهاز، فبالتالي هستخدم بي اللي هو مين بقى هنا بعديهم اللي هو باست بارتيسيبل من بي، يبقى بين زائد باست بارتيسيبل. يبقى المضارع التام في الباسيف بيتكون من هاف او هاز بين بلس باست بارتيسيبل، ده المضارع التام. تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه امثله. بيقول ايه my sister has made a cake. my sister has made a cake، عملت كيك. خد بالك الجمله دي اكتف مبني المعلوم. تيجي بقى مع بعض نحولها لباسيف، هنعمل ايه زي ما كنا بنبدا؟ ايوه هنبدا بالمفعول اللي هو مين؟ a cake. a cake has been made by ايه؟ my sister. يبقى هنا بدانا بالكيك المفعول، وبعد كده جبنا has been الباست بارتيسيبل بتاعي ايه؟ made. تعالوا نروح مع بعض بقى لزمن المضارع التام المستمر. البريزنت بيرفكت كونتينوس. تعالوا نروح مع بعض لزمن المضارع التام المستمر اللي بيتكون من ايه بقى؟ المضارع التام المستمر بيتكون من have او has برضو، وبعد كده been بلس فيرب ing. يبقى المضارع التام المستمر بيتكون من ايه؟ have has been والفيرب بلس ing. ده تكوين زمن المضارع التام المستمر. جميل. ايه حكايه المضارع التام المستمر ده؟ قبل ما نخش في تفاصيل عاوز اقول لك بنسبه 90% ان المضارع التام البسيط بيساوي المضارع التام المستمر. يعني ايه؟ نفس الاستخدامات ولكن في فروق بسيطه. تعالوا مع بعض نشوف ايه الفرق ما بين المضارع التام المستمر والمضارع التام البسيط. اول استخدام قال لي، بيقول لي المضارع التام المستمر ده بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى هذه اللحظه. اذا هنا ممكن تقدر تقول ان ممكن نستخدم المضارع التام البسيط المستمر في اللحظه في النقطه دي. بمعنى ايه؟ ان المضارع التام البسيط بدأ في الماضي لحد دلوقتي مكمل معايا، يبقى البسيط المستمر متشابهين في الجزئيه دي ان الحدثين بدأوا في الماضي ولسه مستمرين معايا. تعال نشوف مثال. My sister has been studying for 3 hours now. يعني اختي بتذاكر بقالها 3 ساعات لحد دلوقتي. يبقى المضارع التام مستمر هنا ركزنا على الفتره اللي استغرقها الحدث اللي هي for 3 hours now، عشان كده قلت ايه؟ has been studying. بس واحد يقول لي ايه؟ طب هو ما ينفعش استخدم مضارع تام بسيط في الجزئيه دي؟ في الجزئيه دي بالذات يجوز استخدام المضارع التام البسيط، يجوز. بس هنا for now ترجح اكتر المضارع التام المستمر for now. يعني معناها ايه؟ لحد دلوقتي. for now معناها حتى الان. طيب يبقى اول استخدام حدث بدأ في الماضي برضو ولسه مستمر معايا. استخدام رقم 2 حدث كان مستمر من فترة قصيرة وله اثر. الله، مش الكلام ده سمعته قبل كده؟ بس هنا الحدث ده خد فترة، بنركز على الفترة الزمنية. تعال نشوف مثال. بيقول لي I am tired، انا مرهق تعبان. طب ايه السبب؟ because I have been working all day، انا كنت بشتغل طول اليوم. شايف كلمة all دي بقى؟ دي هنا بقى هترجح زمن المضارع التام المستمر، لان كلمة طول اليوم بتركز على المدة، على الفترة الزمنية. هنا بقى هضطر اختار have been working او استخدم المضارع التام المستمر مش البسيط، عشان ركزنا على الفترة الزمنية اللي استغرقها الحدث. يبقى المضارع التام المستمر حدث بدأ في الماضي ولحد دلوقتي مكمل معايا، او حدث كان مستمر من فترة زمنية برضو ليه اثر الحاضر بتاعي. طيب كده انا اتلخبطت برضو، مش عارف، انا اتلخبطت. انت قلت لي كده ايه؟ قلت لي زمان قريبين من بعض شبه بعض. طب تعالى بقى اقول لك ايه الخلاصه، عشان ايه لما يجيلك سؤال في الامتحان تعرف تختار مضارع تام بسيط ولا مضارع تام مستمر. هنعمل مقارنه دلوقتي ما بين الزمنين عشان نعرف وضع الامتحان بيفكر ازاي وهيسالني في ايه بالظبط في الامتحان في الجزئيه دي. تعال نشوف كده مع بعض اول فرق ما بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. بيقول لي المضارع التام البسيط بيركز على انتهاء الحدث، لكن المضارع التام المستمر بيركز على ايه؟ على المده اللي استغرقها الحدث. يعني ايه؟ تعال نشوف المثال ده. I have just done my homework، انا لسه مخلص الواجب حالا. شايف just بتقول لك ايه؟ ده لسه مخلص دلوقتي. يبقى انا ركزت على ايه؟ ان انا خلصت الهوم ورك، عشان كده قلت ايه؟ have just done. استخدمت المضارع التام البسيط عشان اعبر عن ايه؟ اعبر عن الحدث هنا انتهى، خلاص خلصت. لكن بص كده المضارع التام المستمر I have been doing my homework for an hour، انا بقالي ساعة بعمل homework.
اذا هنا ركزنا على ايه؟ خدت بالك؟ ركزنا على الفترة اللي انا خدتها في عمل هوم ورك، عشان كده استخدمت ايه؟ المضارع التام المستمر. يبقى لما اركز على النهاية بستخدم مضارع تام بسيط، اركز على المدة استخدم مضارع مستمر. كلمة جاست برضو مفتاح بالنسبة لي، ان كلمة جاست معناها حالا، فبالتالي هتركز على النهاية. جاست هنا تقول لك ان انا ركزت على النهاية. وكلمة فور في الجملة الثانية بتقول لك ان احنا ركزنا على المدة اللي استغرقها الحدث. ده الفرق الاولاني. تعال نشوف بقى الفرق الثاني. بيقول لي خلي بالك لو ذكرنا عدد مرات حدوث الفعل بنستخدم المضارع التام البسيط وليس المستمر. يعني ايه؟ يعني بص المثال ده، منى has drunk 3 cups of tea today. منى شربت 3 كوبايات شاي النهارده. خد بالك من 3 دي، 3 دي معناها ايه؟ الحدث ده هي شربت كام مره؟ 1 2 3. فبالتالي طالما ذكرت عدد مرات حدوث الفعل، يعني شربت 3 مرات، فبالتالي ذكرنا عدد مرات، فبالتالي هنستخدم زمن المضارع التام بسيط. اقول has drunk. بص has drunk، ما تجيش تقول لي بقى ايه هستخدم has been drinking. غلط. ليه؟ طالما ذكرنا عدد مرات حدوث الفعل يبقى هستخدم المضارع التام البسيط وليس المستمر. يعني مثلا ممكن يقول لك انا قريت 3 قصص، اكلت 3 سندوتشات، سافرت 6 مرات في السنه. يعني لو ذكرنا عدد مرات حدوث الفعل ما تنساش تستخدم المضارع التام البسيط مش المستمر. الفرق الثالث بقى معايا هو ايه؟ قال لك اوعى تستخدم المضارع التام المستمر مع افعال الحواس والشعور والاعتقاد. يعني من الاخر الافعال التي لا تستخدم في الازمنه المستمر. لاحظ كل زمن مستمر هنذكره هقول لك في نفس الزمن ده خلي بالك في افعال ما تجيش في الاستمرار. افعال الحواس، الشعور، الاعتقاد، هتلاقي كل الافعال دي موجوده في فيديو الماضي البسيط والماضي المستمر. لو عاوز تراجع عليهم تاني ارجع الفيديو ده هتلاقي فيهم الافعال كلها ومدي امثله كتير عليها. تعال نشوف مثال هنا بقى. بيقول لي I have known him for 5 years. انا عارفه بقالي 5 سنين. واحد يقول لي ايه؟ ما 4 5 years دي بتركز على المده. جميل، بس الفيرب know يعرف ما بيجيش في الازمنه المستمره، فمش ينفع اقول ايه I have been knowing him. غلط. ليه؟ عشان الفيرب know ما بيجيش في الاستمرار. الفيرب know ايه؟ بيجيش في الاستمرار. عندي افعال كتير بقى زي الحواس والاعتقاد والافعال دي كلها زي ما قلت لكم، نراجع عليها تاني عشان نفتكرها. يبقى بكده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا وعرفنا الفرق ما بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد.